يعني الحمد لله احنا بدأنا التجمع من 8/8 واتعمل مرحلة اتمرنا في بورسعيد لمدة تقريبا حوالي أسبوع، ثم رحنا برج العرب. يعني في المراحل اللي احنا بنشتغل فيها دي من الناحية البدنية وناحية الانسجام واختيار اللعيبة، وكان في المرحلة الأولانية كانت صعبة جدا بالنسبة إن أنت بتشوف لعيبة كتير، صفيت لعيبة كتير، اللعيبة اللي كانت موجودة كان حوالي 50 لاعب يا كابتن. يعني تقريبا على مراحل. على مراحل كان في ناس بتمشي وناس بتيجي، بس هي دي طبيعه فترات الاعداد لاي فريق في الدنيا، وخاصه مصر. الناس انت بتشوف بتدي فرص لناس كتير، سواء ناس مقيدين في الفريق او ناس جايين من الخارج، بيتبعتوا ان انت تشوفهم من خلال بعض وكلاء اللاعبين بيشوفهم، لان كانت تبقى فرصه كويسه ان انت تبقى اختياراتك ما بتبقاش فيها تسرع، بتحاول تشوفهم. فالحمد لله دي مرحلة. ثم اشتغلنا قفلنا على نفسنا شوية برضو بعدد أقل في برج العرب، وتعمل فترة كنا مركزين فيها من الناحية البدنية وحتة انسجام اللاعبين. اشتغلنا الشغل التكتيكي للفرقة اللي هتلعب بيه، لعبنا ماتشات ودية مع عدد معقول. ودي المرحلة اللي بعد كده ان احنا جينا هنا في بورسعيد بعد اجازة العيد، ان احنا بنشتغل على مكملين الماتشات الودية، مكملين حالة الانسجام الفني اللي موجود واللاعبين. وطبعا في لعيبة اول مرة تيجي مع النادي تبقى متواجدة في بورسعيد، زائد المرحلة ان شاء الله اللي هي قبل الاخيرة اللي هتبقى في برج العرب، هيتعمل ماتشات تاني بكثافة. ثم هنرجع تاني ان شاء الله على بورسعيد نعمل ماتشات في الملعب اللي احنا هنلعب فيه في اسماعيليه، الملعب الماتشات. ممكن نشتغل ماتش او ماتشين ان شاء الله. مش ببص الحاجات اللي هي في حاجات هنفضل نقول ده قال وده ما قالش، لكن انا بتكلم على مشكله حراسه المرمى في بورسعيد. هي لاول مره تحصل في تاريخ الكره المصريه او العالميه ان النادي يبدا بدون حراس مرمى. يعني انا شايف ان من الاخطاء اللي حصلت في الفترات اللي فاتت ان لما الشناوي كان مشي كان لازم ما تجيبش لعيبه اعاره، بس كنت ممكن تبقى فيه خليط ما بين لعيب عندك اساس، يعني تبقى ملك في ملك، وفي اعاره. لكن ان انت جيت ان انت ما عندكش ولا جون، دي كانت تعتبر كارثه كبيره في الكوره، تبقى كارثه، لان قوام الفريق بيبتدي من حراسه المرمى، زائد بعض المراكز زائد في نفس الوقت مش حراس مرمى بس، في بقى قوام الفريق تتغير، في ناس مشيت، في ناس مش موجوده زي ما انت شايف. فبالتالي كان الموضوع مش صعب عليك بدايه من حراسه المرمى لكل المراكز اللي موجوده. فبالنسبه حاولنا ان احنا نشوف المتاح، ان في مصر حراسه المرمى شحه جدا. كله كومبليت يا كابتن. لا مش كومبليت، حتى لو مش كومبليت في مشاكل، في نقص في المواهب وفي عدد الحراس المرمى الموجودين. في انديه قافله على نفسها في حراسه المرمى زي انبي، زي الزمالك، عندهم حراسه المرمى اللي هم الاساسيين، وتلاقيهم انا قلت بالصدفه تلاقيهم كلهم هم منتخب مصر، هم اللي بيقودوا منتخب مصر مع شريف اكرامي في النادي الاهلي. هو ده المتاح في مصر حاليا، غير كده كل الناس كلها زي بعض. بل بالعكس، الدليل ان عصام الحضري مستمر لحد دلوقتي، ان انت ما فيش مواهب قفلت او سدت الطريق على اللعيبه الكبار. فبالطريقه لعيبه عصام الحضري وكل اللي موجودين، ورمزي ومحمد صبحي و... وكمان امير عبد الحميد. امير عبد الحميد. كل الناس دي الانديه كلها بتحاول ان هو تستقطبهم يعني. فبالتالي رمزي صالح لعيب دولي من اكتر الناس اللي لعبت دولي في اسيا، منتخب فلسطين. منتخب فلسطين يعني اسيا، لعب مع منتخبات كبيره، واعتقد عنده خبرات تنفع النادي المصري في الظروف اللي هي موجوده. لكن انت ما عندكش بدائل. جبنا محمد فتحي، طبعا بنحاول ان هو ان شاء الله يوصل لاحسن حاله. عندنا بنحاول ان احنا نشوف ولاد من تحت زي عبد الرحمن كان معانا موجود في المعسكر. دي كان ناس مبشره. يعني انا جيت يعني اتذكر لما انا جيت اول مره مسكت النادي المصري سنه 2007، كان اول واحد كان ساعتها الشناوي عنده حوالي 16 سنه ونص، 17 اعتقد.
صعدت واول ناس انا وابراهيم عملنا خلناه عشان النادي المصري يستفاد منه. عملنا له عقد مع الحاج سيد الله يرحمه، كانش حد لسه واخد باله منه. وقد كان يعني الشناوي من احسن حراس مرمى، لو كانش احسن حارس مرمى في مصر حاليا. فبنأمل الناس اللي هي بتاخد فرصها، الولاد الصغيرين، ان هم يكونوا هم الامتداد للحراس مرمى النادي المصري ان شاء الله، مع الانتدابات اللي هي زي رمزي صالح والمجموعه ومحمد فتحي. رمزي صالح احنا في المرحله دي احنا في اشد الاحتياج لحارس مرمى عنده خبرات، يقدر ان هو يتعامل مع الموقف، وما اكتر الخبرات اللي عنده لكن بالنسبه للحته الموقف اللي حضرتك قلت عليه نظر ومش نظر، يعني انا متفاجئ. كلام مشاع كابتن ولا هو اصلا ده؟ كل اللاعبين اللي موجودين بيعملوا كشف طبي، ومش عايزين احنا مش عايزين نتوقف عند واحد، يعني مجرد اشاعه تطلع في حاجه حد يتكلم، ده ما يشوفش، ده بيعمل اهو بيتمرن فين، متصوره متصور لو واحد غيره صور، خلي الكاميرا عليه يعني. وبعدين احنا زي ما بقول لك، احنا حظنا كويس ان احنا لحقناه، يعني احنا حظنا كويس ان لحقناه. لو هو مش موجود قول لي هنجيب مين. لو اقترح كده حارس مرمى هتجيب مين؟ هترجع الشناوي؟ لا، زائد ان انت ما عندكش اجانب. هي كان الصح كان بعد ما الشناوي مشي كان تستغل الحته الماديه، وتستغل ان انت السوق كان مفتوح ان انت تجيب حد. بص، كل الفرق اللي انت شايفها لعبوا ماتشات قليله، ماتشين 3 4 مع فرق كلها دوري ممتاز اولى بيه برضه. احنا لعبنا مع كل الانديه اللي صرف النظر عن الحرس، مش عايز اتكلم عن الحرس. ما انا هقول لك كل الانديه اللي هي كانت فاضل لها خطوه وتصعد، يعني دوري الترقي كل الفرق اللي انت تتخيلها، ولسه يعني غالبيتهم او مجموعه كبيره منهم دولت عندهم طموحات اقوى، وعندهم لما يجي يلعب قدام النادي المصري هتلاقي الحاله البدنيه والجري، معدل الجري بتاعهم هيبقى عالي، معدل الاصرار على ان هو يظهر عالي. فبالتالي ده حمل كمان بيبقى عالي على فرقتك، ان انت هم كمان اللعيبه مركزه قوي ان هم لما يجي يلعب مع فرقه كبيره عايز يأدي اكتر حاجه عنده. فبالتالي بيوصلنا للحاله ان نعلى من الناحيه البدنيه، زائد ان انت بتنفذ بشغلك التكتيك اللي احنا عايزينه ان شاء الله. فانا عايز قبل ما بس افتكر حاجه، الكابتن عماد المنظور زي ما انت شايف يعني راجل طول الوقت بيحاول، وده مش جديد، مش هنا بس، اتعملت في الزمالك واتعملت في الاردن واتعملت في المصري قبل كده لما جه اخر مره. بنحاول ان احنا بكل الخبرات والتركيز التمرين والتمرينات المكثفه ان هو يغير مفاهيم حارس المرمى سواء فنيا او بدنيا. دي بس حته عشان ما انساهاش. لكن احنا بنتكلم على الماتشات الوديه دي، انا بقول لك اني انا اشتغلت نادي الزمالك، الفريق اللي شغال دلوقتي كلها بدايه فتره اعداد اللي احنا عملنا عدد ماتشات كبير جدا. هو ده اللي وصل الانسجام اللي موجود حاليا، هو ده اللي خلاك اخترت العناصر سواء من اول الجون حارس المرمى المدافعين، ان من الفرود ان يبقى عندك في نادي الزمالك جبر وكوفي. كتر الماتشات اللي مع الفرق اللي زي دي عمل انسجام، لان كان في سبعه لعيبه في مركز زي ستوبر، ان انت تجيب ده جنب ده جنب ده، كل ده حصلت من عليو بالماتشات اللي هي الوديه اللي مع نوعيات الفرق اللي اتلعبت دي. فبالتالي انا بالعكس انا محمل اللعيبه، يعني الماتشات دي اصعب من الدوري الممتاز. الدوري الممتاز كمان هيبقى في جزئيه تانية بقى، لما العب مع الفرق الدوري الممتاز انت راجل، انت بتصنع حاجه، لسه بترسم حاجه وبتبني حاجه، ما ينفعش حد يشوف شغلك، واخد بالك؟ يعني انت شوف الفرق كلها في العالم بتبتدي بمباريات تدريجيه، وبعد كده بيعمل دورات، يعني حتى فوق ويروح مثلا شرق اسيا يلعب دورات، يعني مانشستر او ريال مدريد او كذا. فكل الكلام ده اللعيبه دي عندها خبرات كويسه قوي ان هو يتعامل. انت دلوقتي بتبني فرقه، فلما الفرقه بتتعمل لازم محتاج ماتشات كتير، يحصل انسجام مع فرق تشدك بدنيا. ده مفهومي، او ده الاستراتيجيه اللي انا بشتغل بيها. فانا سهل ان انا اعمل كل يوم ماتش مع دوري ممتاز، فانت بتحمل اللعيبه قبل ما يحصل انسجام
هتلاقي وهتكسب، وممكن تكسب وتعمل نتائج. مش دي القضيه ان انت تكسب او تخسر، القضيه ان انت عايز تعمل الانسجام الكامل عشان توصل لاخر محطه قبل الدوري، تلاقي نفسك اللعيبه عندها ثقه المكسب، تنفيذ الشغل، الجمل اللي احنا بنتكلم عليها عملناها، ان هي تتنفذ في الدوري الممتاز من غير ما حد، يعني انا بقولها لك المفروض ما اقولكش، يعني من غير ما حد ياخد شغلك، واخد بالك. انت كنت طول الماتش ليدنج على الفرقه، فرصك اكتر. لو كملت الماتش كان يطلع نتيجه كمان هتبقى عاليه بشكل كويس لينا ان شاء الله. لكن انا حبيتش ان يبقى فيه احتقان، ان هم دي مشكله الماتشات الفرقه الدوري الممتاز. كل واحد كان بيلعب على بونت. انت شفت فيه تضييع في وقت قد ايه، والناس تقلع الجوانتي ده الكلام ده. فانا طلبت، طب انت في ماتش ودي لو لقيت واحد مصاب ما تطلعه. وبعدين اللي حسيت ان اللي فيه لعيبه هيحصل الاصابات زي ما حصل مع موسى الحكم، موسى الافريقي. الراجل عمل فاول معاه ثم شاطه من ورا، والحكم ما ادلوش حاجه. فهنفضل في ماتش الحرس. فاحنا مش عايزين ضغوطات، بالظبط مش عايزين كنا نكمل في ضغط ان اللعيبه ممكن يحصل اصابات، وانا اللعيبه دي بفلوس، وبعدين انت خلاص بتقفل قايمه. فانا عايز الامور ما تبقاش تطلع عن المنافسه اللي هي زي كأن بنلعب على بونت. فهدينا الامور، الموضوع الحمد لله. ال 45 دقيقه او الشويه اللي احنا اشتغلناهم او اقل من 45 دقيقه استفدنا بيهم، وطمنتني جدا. بس زعلتني ان احنا كنت نفسي الاداء ده ما حدش يحس بيه دلوقتي. مش ما حدش يحس بيه، خلينا، لان احنا في مرحله بناء ايه؟ بناء فريق فني من ناحيه تكتيكيه، من ناحيه العناصر اللي احنا عاملين نجرب مين. التأسيس يا كابتن. نعم، من ناحيه التأسيس. تأسيس في كل شيء. طيب كابتن حسام طبعا ان شاء الله. الموضوع مش ثنائيات ومجاميع ان شاء الله. ارتضيت بقدر ربنا ان احنا المبدأ اللي انا عندي، لان انا مش اول مره، يعني زي من ساعه ما جينا 2007 في نادي المصري، لما الحاج سيد الله يرحمه احنا جبنا لعيبه حوالي 7-8 لعيبه ب 100,000 جنيه، كلهم من المريخ ومن الفرفؤاد ومن السويس ومن الدنيا. تمام بالظبط. فاتعمل فرقه كويسه. ثم المره الاخيره وكان نادي المصري ساعتها اول ما مسك كان بيعاني ان هو كان قبل الاخير. عدينا بقيه الموسم، كونا الفرقه اللي انا بقول لك عليها، عملت كويس، طلعت لعيبه كانت ممكن يبقوا ليهم شأن وتعرفوا. المرحله الاخيره اللي هي 2007 اخر مرحله اللي فاتت دي، في فريق برضو كان ما حدش عارف عنه حاجه، بيبقى فيهم مؤمن زكريا، بيبقى فيهم حسام حسن، بيبقى فيهم مجموعه اللي كانت طالعه، اسامه ومحمود، كل الناس دي، وسعد سمير كان راجل جاي عرا، وكلهم اشتغلوا كويس، ودلوقتي بقوا نجوم في منتخب مصر وفي انديته. فاحنا المبدأ ده انا مش قلقان، لاني لو انت بتشتغل عشوائي هتلاقي اللعيبه دي مش هتبقى حافظه. اللعيبه اللي هي زي ما بتقول عندهم طموح وجعانين كوره، لو ما خدوش حاجه هتلاقيهم شغلك او فكرك مش هيبقى مظبوط. لكن لازم دول محتاجين مجهود اكتر. يعني انت لما تعلم ابنك وهو لسه بيور، يعني دماغه فاضيه، ولا تعلم واحد عنده جاهز، بس انت لما ده عالي هيبقى عنده افكار جديده، حيويه جديده. لو انت اشتغلت على الناس اللي زي ما قلت لك، اللي هي مع العناصر الخبرات، يكونوا فرقه ان شاء الله لمستقبل النادي المصري. يعني انت تبقى عندك امتداد للنادي المصري، لعيبه كويسه زائد الكره المصريه بقى ان شاء الله. بس كل ده انت كل الانديه بتسعى زي ما انا بجتهد، كل المدربين بيجتهدوا بعد توفيق ربنا. هو ده اللي احنا وشغلنا، هو ده اللي هيشوف كل واحد الناتج بتاعه ايه. بتفهمني؟ اوعى تفتكر ان انا بشتغل لوحدي، بالعكس 18 فرقه بيشتغل، وال18 مدرب بيشتغل، و18 اداره تتفاوت بقى الامكانيات الماديه والمعنويه والفنيه دي كلها. في تفاوت طبعا، لكن كل واحد في اتجاه، ومستنيين السبق اللي انت كل واحد يقدم ما عنده. في النهايه هتلاقي في فرق موفقه وفي فرق مش هتبقى موفقه، لكن في النهايه بتعمل اللي عليك بس. والله لا انا بقول لهم طبعا انا سعيد ان انا اكون معاكم، وسعيد ان اكون موجود في بورسعيد للمره سواء لاعب او مدرب، المدرب التدريب للمره الثالثه اعتقد، الثالثه.
ربنا يخليه. وكل المرات كانت الحمد لله في حب وود وفي ثقة متبادلة في أدائنا مع بعض، الجمهور وأنا كمدير فني وكجهاز، إن إحنا مصلحتنا واحدة. هو قيمة نادي المصري، اللي هو أنا بقول نادي المصري من أكبر 5 أندية موجودة في مصر بجانب الأهلي والزمالك والمصري والاتحاد والإسماعيلي والاتحاد. الأندية دي كبيرة جدا. ف الشغل اللي يتعمل فيها واجتهاد مع الأندية دي صعب، مش سهل انك نادي أندية جماهيرية. والنجاح مش هيجي غير بتعاون مساندة الجماهير والمصري، وانا عارف مساندة الجمهور سواء اللي بوجودهم او عدم وجودهم بالناحية المعنوية بتفرق كتير. انا بقول لهم ان شاء الله بتوفيق ربنا ومع الراجل المحترم رئيس النادي اللي موجود الحاج سمير حلبية، الراجل بيجتهد باقصى ما يمكن في امكانيات عنده، امكانيات فرديه من ناحيته مع الجهاز مع اللاعبين اللي موجودين. اعتقد النيات، حاسس ان شاء الله النيات خير للبلد يعني. وانا شايف ان جمهور بورسعيد من الانديه، جمهور نادي المصري من الانديه اللي هي او جماهيريه اللي هي بتفهم كوره قوي، بتحب الكوره قوي. زي ما انا قلت دولت اقوى 5 انديه في مصر. ف يعني اقوى 5 انديه جماهيريه، يعني في انديه بتفهم كوره كويس وبتعرف تقيم الامور مظبوط وبتعرف تساند فرقها. فانا ان شاء الله بعون الله نكون عند حسن ظنهم ونقدم فريق كويس بنتائج بتاعت ربنا ان شاء الله تكون ايجابيه لينا، والنادي المصري يكون عنده فريق بيلعب كوره محترمه، فريق قوي يقدر ينافس كل الفرق، ينافس الكبار اللي موجودين. وزي ما احنا عارفين ان الدوري صعب جدا لان كل الانديه متقاربه المستوى. فالنادي المصري موقفه مهم جدا ان هو يكون عنده فريق قوي لاسباب كتيره يعني. بالتوفيق يا كابتن.